بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معايا زي ما انتوا شايفين كده بصل وطماطمية وفلفل وثوم، هقطعهم واخليهم على جنب. معايا فرخة مغسولة وزي الفل كده ومنقوعة، فتحتها زي ما انتوا شايفين من نص الصدر كده، فردتها كده بقى شكلها حلو، والتتبيلة بتدخل في كل فتحة انا بفتحها. انا عملت فراخ كتير وطرق كتيرة وكانت كلها ناجحة وجميلة، بس الطريقة ديت من اجمل الطرق اللي انا بحب اعملها. عملتها معاكم كتير واعملها طول ما انا بعمل فراخ، لازم يكون في الطبخه ديت او الطريقه دي لازم اعملها. زي ما انتوا شايفين كده، قطعتها وخرمتها من كل ناحيه، الفخذ والصدر. معايا بقى طبق فيه ملح وبهاراتك المفضله اللي بتحطيها، اساسي طبعا فلفل اسود، معلقه من معجون الصلصه، طماطمايه مبشوره، ومعلقه من الزيت. ديت خلطه بعتمدها في جميع الطيور اللي انا بعملها. دايما بقى لو عندك دبس رمان حطي، انا دايما بحط عسل اسود وعليه ليمونه، بس ما كانش متوفر في معلقه عسل نحل عادي، ما كانش يبقى معلقه صغيره سكر. معلقه سكر هتقوم بالغرض. ملح مع السكر بدي طعم ومزازه حلوه قوي كده مع الليمون. هتبل الفرخه بقى زي ما انتوا شايفين وهنقعها بقى شويه، بتخلي لحمة الفراخ حلوة قوي، من بره متحمرة ومن جوه طرية وحلوة. ولو عندك زبادي وعايزة تحطي زبادي، يبقى زبادي على الليمون، برضو خلطة خطيرة بصراحة. انا بعمل ده وده، واللي تعجبك اختاريها، اللي ترتاحي فيه اعمليه. طبعا انا قطعت البصل زي ما انتوا شايفين، استسهلت يعني عشان لسه هحط في الكبة. عايزة تفرميه في الكبة ناعم افرميه. انا فرمته وقعدت افتحه من بعضه زي ما انتوا شايفين، هو كده وكده هيستوى تحت الفراخ. والبصل ده بيدي تسكيرة حلوة قوي بقى، بيدي تسكيرة جميلة جدا. انت تحبي تاكلي الخلطة اللي تحت الفراخ اكتر من الفراخ نفسها. رصيتها كده وجبت الفرخة بتاعتي رصيتها زي ما انتوا شايفين، وهنزل بالتتبيلة اللي هي كانت منقوعة فيها برضو، فيها بهارات وفيها ليمون مزز وفيها بصراحة تحابيش حلو. حطيتها ونزلت بقى بشوية البصل والفلفل والطماطم، واحطها على نار هاديه بقى. هي هتنزل ميتها وتستوي فيها نار هاديه. انا عملتها على شعلة البوتاجاز زي ما انتوا شايفين، بدأت تغلي اهي. وفي الاخر ادخلها تحت الشوايه، او ممكن تحمرها على في الطاسه. طلعت معايا وبقت زي الفل. مشويه دي ولا مش مشويه، طعمها جميل. والصوص لما قصر كده خلاها كل البهار والبهاريز في شويه معلقتين الصوص اللي انتوا شايفينهم دول. شايفين متحمره وناشفه وجميله وزي الفل اهي. طريقة جميلة وسهلة وتشرفك في أي عزومة وتفرح عيالك بيها. هي مشوية مشوية ولا أجدع مطاعم هتشوفيها. أستودعكم رعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.